كبريت محمد خميس وراء مرمى حارسهم الحارس ايوب خياطي. هنا هذا هنا التمريره وسجل خطا ضد مرماه، سجل خطا ضد مرماه اللاعب الصبار يسجل بالفعل. الصبار يسجل بنيران صديقه الوداد منهزمه من كبريت محمد الخامس بالدار البيضاء امام زعيم فريق جيش ملكي. بدايه قويه جدا، فحلي مسرور منتجي مزهو شأنه شأن باقي اللاعبين. وهذا الخياطي الحارس الذي يلعب بثقه كبيره في الناس، اشتعلت الاضواء ومدرجات الفراج حيث تواجد تقريبا 3000 مناصر للزعيم. حسره كبيره للصبار وليد الصبار. طبيعه الحال الحكم في نقاش مع العميد هنا. غادي نرجع واحد المساله، اذا كانت شي احتجاجات الحكم كيتحدث مع عميد فريق حريمات يقرر مساعد هذا. بطبيعه الحال هذه الاحتجاجات بكل صدق احتجاجات ديال اللاعبين اي فريق خصها تزول من الدوري السيرفيكو. كل اللاعبين كيمشيو عند الحكم للنقاش. مشى حريمات العميد عنده حق يتحدث مع الحكم اي عميد، انما يمشيو كل اللاعبين او نصف اللاعبين او نصف الفريق هذه اشياء الضغط على الحكام يمكن له اخطاء. على اي المؤكد الوداد منهزمه مر كبريت محمد الخامس بالدار البيضاء امام فريق الملكي ب1-0. هدف وليد الصبار في الدقيقه 20